جميلة القاهرة بالليل بالنهار، ليها سحرها الجميل. القاهرة الخديوية الحلوة اللي زي ما كان بيقول عليها ابن بطوطة جنة الصحفية، ودايما الرأي الخديوي يا سلام. القاهرة لما جيت لي بطوطة إنه 100 سنة قعد يوسف ويتحاكى ويحب فيها، يتكلم عن الأزهر والمجاورين والبياعين والسريحة والحلوزية والزعار والحرافيش والمشاعرية. لكن لفت نظر ابن بطوطة في كتابه اللي عمله عن مصر والشام والقدس، انه لقى في مصر طائفة اسمهم المشاعلية. المشاعلية دول بقى اللي كانوا بالليل يولعوا الفوانيس، اللي هم ايه المشاعلية. بس كان ليهم شغلانة تانية، كانوا بيشتغلوا بعد الظهر اوفر تايم، يعني يعملوا مهام كانت صعبة وقذرة، يشتغلوا سيافين عند السلطان او الحاكم المملوك اللي يخش او غيره من الحكام اللي حكموا في مصر. واتكلم ابن بطوطة عن مهن كتير كانت موجودة زي المشطة والحلاق والجماعة اللي بيسموهم الكساحين، اللي هم كانوا بيمزحوا رواسب الحمامات القديمة. طبعا مصر كانت من أعرق وأهم البلاد اللي اخترعت الحمامات قبل الزمان بزمان.